ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. النهارده جايه لكم بوصفه حلوه قوي وسهله وبسيطه، مش هتاخد منكم وقت خالص، طعمها حلو قوي. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الوصفه دي من غير فرن، من غير بيض، من غير اي مجهود، وصفه سهله جدا. اي ضيف يجي عندك ممكن تعملها في ثواني، مش هتاخد معاكي وقت، وحلوه جدا. كبار والصغيرين بيحبوها، طعمها حلو جدا، واللي هيدوق طعمها مش هيبطل يعملها ابدا. الوصفة دي سهلة وبسيطة جدا، وان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وكومنت حلو منكم، ويا ريت اللي يعجبها يقول لي. بصوا يا جماعة، بجد طعمها حلو قوي قوي قوي. الدايت باظ عامة لما انا دقتها، بس يلا، بس بجد ما قدرتش استحمل حلاوتها. ويلا بينا اقول لكم المكونات بتاعتها. معانا علبة كريم كراميل، معانا كريم شانتيه، معانا كيس لبن بخيره، ومعانا 2 بسكوت سادة و2 بوريو. هنبدأ نعمل الكريمة الأول. كده هنفضي محتوى كيس الكريمة كله، وهننزل عليه بالكريم كراميل البودر بتاعه، ونحط عليه كوباية لبن، بس دي كوباية كبيرة فحطيت نصها بس. وكل ما تخلطي القوام اكتر كل ما هيديكي تقول اكتر. زي ما انتوا كده شايفين القوام بتاعه. هننزل بقى البسكوت بتاعنا في اللبن، وهنرصه في الصينية. زي ما انتوا كده شايفين. كده هنرصينا الصينية بتاعتنا كلها، وهننزل عليها بطبقة من الكريمة. كده خلصنا فرد. هننزل عليها بالطبقة التانية من البسكوت السادة. ممكن لو انت حابة ممكن تعملي بيها بسكوت سادة خالص، ممكن تعملي بالبسكوت البوريو، بس ممكن تعملي بالاتنين. وممكن كمان تعملي بيها كذا طبقة، انا عملت 3 طبقات. زي ما انتوا كده شايفين الرصة بتاعتنا. كده خلصنا الرصة بتاعتنا خالص، اهيت الطبقة ديت. هننزل عليها بالكريمة، وهننزل بالطبقة التالتة. كده خلصنا الطبقة التالتة، وهننزل عليها بالكريمة برضو. وهنفرد الكريمة بتاعتنا، ننزل عليها بقى بشوكولاتة مبشورة، وممكن كمان بسكوت بوري ومكسر برضك معاه من على الوش، طعمها بجد تحفة قوي. زي ما انتوا كده شايفين. نحطها في التلاجة لمدة ساعة، نص ساعة، على حسب درجة التلاجة. كده خلصت معانا، نقطعها بقى. بجد طعمها حلو قوي. ويا ريت اللي يعجبه الوصفة ممكن يقولي في الكومنتات ايه رأيه فيها. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وكومنت حلو منكم. كانت معاكم قناة شقاوة بنات في المطبخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.